واحد بيحكي بيقول انا من الصعيد، واول فتره اتجوزتها ما كانش فيه ولاد خالص. طبعا انتوا عارفين الصعايده عايزين العيل يجي تاني يوم الفرح. قعدت على كده شهور كتير ومفيش اي مؤشر لغايه لما حصل وزوجتي الحمد لله حمل، بس احنا ما كناش نعرف وقدر الله ما شاء فعل المولود نزل. انا في الفتره دي كنت حزين جدا جدا بس راضي بقضاء ربنا، بس مش هكدب عليكم قلبي كان مكسور قوي. كان نفسي ربنا يفرحني بطفل. وفي يوم وانا ماشي في الشارع لقيت طفل من الاطفال اللي هم على الله كده عمال يعيط بحر علشان واحده اكبر منه بكتير خدت منه العصير اللي معاه. واكيد البنت دي مش ام ولا أخت، يعني لان اي واحده من دول كانت هتشيلها من بقها وتديها له، فما كانش ينفع حتى ازعلها او اخد منها العصير علشان ما تتبلاش عليا. وبرضه ما كنتش قادر اسيب الطفل عمال يعيط كده، فقلت اكبر بخاطر عبد من عباد ربنا، وكانت نيتي ان ربنا يرزقني بطفل. اخدته وجبت له عصير وشيبسي وبسكوت وسالته انت مبسوط؟ هز راسه كده وهو في منتهى السعاده. قلت له ما تروحش هناك بقى علشان تاكل الحاجه دي بدل ما ياكلوها مني، ومشيت ونسيت الموقف وما حطيتش في حسابي خالص. بعدها بكام يوم كنا بنزور اختي، لقيت مراتي تعبانه شويه وما كانش فيه اي اعراض حمل ولا اي حاجه، وبدون سابق انذار لقيت اختي الكبيره بتقول لها اعمل اختبار حمل اول ما تروح. بس طبعا كبرنا دماغنا لمده حوالي اسبوع، وبصراحه كنت خايف نتعشم ويطلع عشمنا على الفاضي، بس ربنا مفيش اكبر منه. رحنا نعمل التحليل وكنت قاعد منتظر ان الدكتوره تقول لي سلبي زي كل شهر، بس المفاجاه ان لقيتها بتقول لي مبروك النتيجه ايجابيه. وقتها افتكرت الطفل اللي انا جبرته وعرفت ان ربنا مفيش اكرم منه، وحب يجبر بخاطري ومرضيش عليا كسره الخاطر. وفعلا ربنا جبر بخاطري ورزقني باجمل هديه في حياتي، ابني اللي بقى بالنسبه لي ابني واخويا وصاحبي. ربنا يخلي لكم ولاد ويفرح اي حد مستني اللحظه دي.